بص حسين الشحات عمل ايه في الشيبي بعد الماتش، اقسم بالله راجل ابن راجل يا حسين. اسمعوا وشوفوا حسين الشحات عمل ايه. بصوا يا جدعان، بصوا اسمع بقى حسين الشحات هيعمل ايه. الله عليك يا شحات، اقسم بالله قلم يجيب صداع، يجيب ارتجاج. القلم ده اقسم بالله راجل ابن راجل يا حسين وعاد الله، القلم ده يجيب له ارتجاج. القلم ده كيفني انا، القلم ده سمعت صوته كيفني انا، بيرن في ودني لحد راجل ابن راجل يا حسين اقسم بالله. لا بصراحة تصرف غير مقبول من لاعب، يعني المفروض ان هو دولي. يعني يا عم حسين علامة الصلاة منورة وشك ويحصل منك تصرف زي ده. طب سؤال ليك يا حسين، سؤال للراجل اللي بيقول ان التصرف بتاعك عجبه واتكيف منه. شيل كده الشيب الغريب اللي يعتبر مش من مصر وحط مكانه كده طارق حامد، هتجي لك نفس حبوب الشجاعة دي وتروح تكلمه او حتى ترفع ايدك عليه. ممكن كنت رجعت من غير ايدك ساعتها. انا بتكلم كده لان صعب عليا الشيبي صراحة. يعني حاولوا كده تبصوا للراجل، يعني واحد اتضرب ضربة زي كده وشوف التصرف بتاعه كان ازاي، يعني كانه مش مستوعب اصلا. فتقبل يا عم حسين سياسة الهزيمة. وبصراحة طبعا انا انتقد هذا التصرف انتقادا شديدا. ردك في الملعب يا عم سحس، ولا انت ما بتعرفش تتشطر غير على عبد الغني وعم صبحي الغلبان؟ ومع العلم طبعا انا لسه مشير فيديو لنفس الاخ ده وبحييه طبعا على الاخلاق بتاعته، بس مش عارف يمكن شكلها النمرة غلط. رسالة لكل شخص بيقدم محتوى رياضي، راعي ان في اطفال بتتفرج. وحابب الفت نظرك لحاجة مهمة، ان جاتني رسالة بجد، رسالة الى حد ما كانت مهمه جدا. الرساله دي انا هعمل عليها فيديو، وبجد انا عايز كل الناس تتابع الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لان الرساله دي كانت مؤثره جدا وفعلا فكرتني بحاجه هتكلم عنها ان شاء الله. لو بتشوفني لاول مره ما تنساش لايك وفولو عشان خاطر تتابع الجديد.